اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في حلقة جديدة لينا على اليوتيوب. النهاردة هناخد فصل جديد في كتاب لا بطعم الفلامنكو للكاتب دكتور محمد طه، اسمه مرايا الروح. الفصل ده كان بيتكلم عن تجربة، وهي من اهم التجارب اللي اتعملت على قرد. بس التجربة دي بتعكس حاجات بجد احنا بنعيشها. التجربة دي قام بيها عالم اسمه ريت الزولاتي. العالم ده هو وفريق من زملائه جابوا موزة وحطوها قدام قرد، سموه قرد ميم. وحطوا مصابيح، يعني حاجات كهربية بتتركز عليه، تسلطات ضوء بتتركز عليه. بعد ما عملوا التجربة دي قعدوا ساعة عايزين يشوفوا القرد هيبص الموزة ازاي، هيروح يجيبها ولا لأ، التسلطات اللي متسلطة عليه من الضوء ده هتعمل حاجة ولا لأ. فقعدوا ينتظروا ولكن مفيش نتيجة. وبعد شوية زهقوا طبعًا، قعدوا ساعات طويلة ما فيش نتيجة، ما فيش حاجة حصلت، ما فيش حاجة زيادة، ما فيش أي حاجة خالص، راحوا مشيوا. بس العالم ريتو الزولاتي وهو بيقفل الباب كان متردد، فدخل عشان اكتشف إن هُم نسيوا الإشاعات اللي كانت متسلطة على القرد لسه مفتوحة. فراح وهو بيشيل الإشاعات دي، اكتشف إن القرد، إن صورة القشرة المخية رقم 4 أحياء بقى يا جماعة. القشرة المخية رقم 4 مخ القرد لقطت الإشاعات اللي هي متسلطة عليه من المصابيح دي، واتحرك عند الموزة وأخدها. فاكتشفوا من التجربة دي، هقول لكم اللي اكتشفوه دلوقتي. اكتشفوا من التجربة دي بعد حاجات كتير، اكتشف ان في حاجة كانت شغلة تايهة عن دماغه، ان المنطقة رقم 4 من القشرة المخية هي المسؤولة عن تنبيه الأعصاب لتقوم بدورها بتحفيز العضلات وبعد كده الحركة. يعني احنا لما نتحرك طبعا احنا عارفين ان المخ بيبعت رسائل. يعني احنا، يعني أنا مثلا دلوقتي لو ماسكه صفحه كتاب، المخ هو اللي بعت رساله بسرعه، دي حكمه من عند ربنا طبعا. اللي هو الصبع، اللي هو اعصاب، اللي هو يمسك الورقه ويفرها والكلام ده. اتوصل بعد كده ان التجربه دي وصلته لحاجه مهمه جدا، اللي هو مونكي سي مونكي دو. او يعني ان القرد، لما القرد يشوف حركة من شخص ما هيتعامل معاها مخه بالظبط كأنه صاحب الحركة. والتجربة دي أثبتت لنا إن زي ما هي موجودة في الحيوانات، زي ما هي موجودة في بعض الحيوانات الكتير، هي برضو موجودة في بعض البني آدمين. إزاي ده؟ هقول لكم إزاي دلوقتي. إحنا في مخنا في حاجة اسمها الخلايا المرئتية. الخلايا المرئتية دي اللي هي اسمها ميرور نيروز، الخلايا المرئتية العصبية. دي مجموعة من الخلايا المخية الدقيقة جدا، بتستطيع ان هي تراقب مخنا، تراقب مخنا وتراقب مخ الشخص اللي قاعد قدامنا، وتقلد نبضاته وإشاراته وتنقلها لمخنا كما يفعل صاحبه. التغيرات البيولوجية في جسم الإنسان وعلاقتها بالأمراض النفسية وكل ده كمان ليها علاقة بالخلايا المرئتية. يعني لما تبقى قاعد مثلا في اجتماع او مثلا في درس او في اي حتة، وقاعد مع ناس، تلاقي مثلا معظمهم بيتوه مثلا او بيتسقبوا مثلا او كده، تلاقي على الاقل انت او معظم اللي قاعدين بيتوه زي بالظبط. ايه اللي حصل؟ الحركة اللي هو حركة التتاوب من خلال الخلايا المرئتية اللي هي جوه مخك نقلتها لك، فهو لا اراديا كده انت اتوبت. لما مثلا تقعد مع حد مع حد عنده مشكلة، تقعد مع حد متضايق او كده، تلاقيه معظم اللي قاعدين او 2 3 منهم اتضايقوا زيه بالظبط. ايه اللي حصل؟ الخلايا المرئتية اللي جوه مخ حضرتك نقلت الاكتئاب او الألم او الحزن اللي جواه ونقلته. فالكاتب محمد طه بيقول ان الخلايا المرئتية دي زي ما هي ليها اضرار ليها فوائد، وهي نعمة من عند ربنا وكبيرة جدا. مرضى بس قليلة عند بعض الناس وكتير عند بعض الناس. قليلة عند بعض الناس زي مرضى التوحد، انهم بيقعدوا لوحدهم كتير، ما عندهمش احساس باللي حواليهم. عكس نوع عنده خلايا مرئتية كتير، اللي هو النوع المتعاطف امبيس، ده عنده اكبر عدد من الخلايا دي، بس للأسف ده بيخليهم
عرضة لكتير من الصدمات والمشكلات والخداع والألعاب النفسية في علاقتهم. الأشخاص ذو الحساسية المفرطة اللي عندهم خلايا مرئتية كتير. وكنت مرة قاعدة كده يعني بعمل سيرشز على جوجل وكده، لقيت ان كان في بحث لدكتورة مش فاكرة اسمها، عاملة بحث عن مرضى التوحد، بتقول ان مرضى التوحد دول عندهم نسبة ذكاء عالية جدا، واحنا لازم نحميهم لانهم عرضة عرضة ان هم ممكن ينتحروا، ممكن يقتلوا نفسهم. لان مرضى التوحد مثلا اول ما حد يشوف حد قاعد قاعد لوحده ومش عايز حد يلمسه، من اعراض مرضى التوحد ان هم بيحبوش الصوت العالي، بيحبوش حد يلمسهم، ما بيحبوش حد يكلمهم كتير، بيتعلموا لوحدهم، بيعملوا كل حاجه لوحدهم. فدي بتقول ان هم مرضى التوحد دول عندهم نسبه ذكاء عاليه، ما خرجناش عن الخلايا المرئتيه، بس عندهم خلايا مرئتيه كتير، مش بيحسوا بالناس. يعني ممكن يعملوا لاي حد يعني مثلا مشكله، او مثلا يجرحوه او يعملوا له اي حاجه، لكن ما عندهمش احساس بالاخرين. طيب، نخلينا في الناس اللي هي عندها خلايا مرئتية كتير، اللي هو ده موضوع النهاردة، اللي هي الخلايا الإنبيس، اللي هي الأشخاص المتعاطفة بزيادة. حلو اللي احنا نبقى متعاطف، بس دكتور محمد طه بيقول الخلايا المرئتية هتبقى مضرة للناس الإنبيس لو إنهم تعاطفوا معانا بزيادة، دخلوا جوه مشاعرنا بزيادة، حسوا بمشاكلنا بزيادة. لأن أول ما حد يحس بمشاكلك بزيادة مش هيعرف يحل المشكلة، هي خلاص بقت مشكلته بقى، اتعقد بقى وجاله اكتئاب، وده الخطر في الناس الإنبيس بقى. الحلو بقى اللي هم متعاطفين معاك، بيسمعوك، ممكن يحلوا لك مشكلة ما. لكن لما تبقى الحاجة دي بزيادة، لا، مش حلو. طيب، عرفنا اللي هي الخلاصة من الفصل ده، اللي هو مرايا الروح، ان ان الناس المتعاطفين بزيادة هم الناس اللي بيجيلهم احيانا يجيلهم مشاكل بزيادة. وعرفنا ان ده برضو ميزة، وعرفنا ان برضو الخلايا المرئتية دي نعمة من عند ربنا، ومن خلال البحث اللي قاله لنا العالم ريت الزولاتي وتأكيدات دكتور محمد طه. رسالتي من الفيديو ده بقى ايه؟ اكتشفنا ان احنا ممكن من الخلايا المرئتية اللي جوه بعض ممكن نحس ببعض، ممكن. ودي رسالة وصلتني من حاجات مرينا، يعني شفتها بعيني في الدنيا، وفي حاجات وفي حاجات قريتها في كتب. يعني فالرسالة اللي وصلتني اللي هي بديهية جدا، او مثلا وصلتني من خارج الموضوع اللي هو بتاع مرايا الروح، ان احنا بنعمل بعض الحاجات اللي هي زي التتاوب والحاجات العادية، وبنحس ببعض وكل ده، الخلايا المرئتية اللي بتصورها لنا. بس انا يعني بعد ما قريت الفصل ده ادركت نعمة ربنا علينا في حاجة معينة، نعمة الستر على مشاعرنا اللي جوانا. تخيلوا لو كلنا قاعدين وكل واحد عارف اللي في دماغ التاني ايه. تخيلوا مثلا ان لما يكون حد زعلان من حد، او يكون حد مثلا شايل جواه غضب لحد، تخيلوا ان المشاعر دي تتنقل لنا. فنعمة الستر على مشاعرنا نعمة كبيرة من عند ربنا، ولولاها كانت الدنيا خربت والله. بس هو ده الفصل ده، مرايا الروح. استنوني في الفصل الجاي، هنكمل حاجات في الخلايا المرئتية. الفصل الجاي اسمه حكاية سالي وآن. والله أنا يعني مش عارفة أعمل كتب تانية. يعني أنا بفكر، كل ما أفكر إن أنا أعمل كتب وسط دكتور محمد طه، وسط كتب دكتور محمد طه، يعني مش عارفة مش عارفة بس إن شاء الله الاقي وقت. يعني احنا يعني عشان في أولويات في حياتي، فأنا محترماها. في كتب كتير بصراحة، إني قريت منها يعني يطلع 15 كتاب كده، أو 30 كتاب، غير الكتب اللي أنا كنت قاريها قبل كده. وكنت بفكر أعمل عليها فيديوهات، بس إن شاء الله الوقت يسمح لي. يعني في ترشيحات كتب في التنمية البشرية حلوة جدا. كتاب Atomic Habits، العادات الذرية، أفضل كتب لاكتساب العادات. One Minute Manager، من أفضل الكتب في الإدارة، ومن أفضل الكتب في التغيير والبيزنس كمان. وthink and grow rich، فكر واصبح غني. وريتش داد اند بور داد، الأب الغني والأب الفقير. the 4 hour work week، مهم جدا جدا ده، اللي هو اشتغل 4 ساعات في الأسبوع. start with why، ابدأ والنهاية في ذهنك، ده كتاب حبيته جدا.
وطبعا كتب للمؤلف ألان ويبر، وإدارة الأولويات لمتعددة المواهب والقدرات ده. وكتاب ده ليه علاقة بكتب محمد الدكتور طه جدا 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 جدا. كتاب لدكتور عبد الله عبد المعطي، بالإضافة لكتب تربية الأبناء بقى، ده ليه متطرق بقى لكتب أبناء وكده. وفي كتاب كنت قارياه في تانية إعدادي تقريبا اسمه اختبر حلمك لدكتور جون سي ماكسويل. وفي بقى ترشيحات كتب للعلوم الشرعية، هما 2: لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة للأستاذ علي بن جابر الفيفي، وشرح أسماء الله الحسنى لأبي القاسم عبد الكريم القشيري. يتحدث الكتاب عن كيفية تعرف أسماء الله الحسنى، فتتعلق بها وكيف تتخلق بها مع الخالق، وهذا هو أصل التدين. وفي بقى كتب في جانب الفقه ونصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. يعني في كتب كتير، يعني الحاجات دي كنت كاتباها من على موقع مكتبة اسكندرية وحاجات كتير، وقريت منها ولسه عايزة أكمل قراية فيها. فشجعوني بقى واعملوا لي لايك سبسكرايب الفيديو عشان أعمل لكم، يبقى عندي قدرة بجد إن أنا أجي على الأولوية بقى، وأعمل لكم تلخيص الكتب. سلام.